سلام البنات، واش راكم؟ ان شاء الله تكونوا كامل ملاح وتكون صحتكم بخير وعلى خير. اليوم جبت لكم هاد الفطائر هايلين خفاف ظراف تمتم ديروهم. العجينه ما تسحق تعجنوها، ما تسحق تخمر، ما والو. وجدي العجينه من وطيبي مباشره. واش عندي فيهم 3 كيسان تاع فارينه، خدمي بالكاس اللي حبيتي. انا خدمت بتاع 240 ملل، 3 كيسان فارينه، مغرفه صغيره تاع خميره، مغرفه صغيره تاع السكر، مغرفه كبيره تاع لحظه تقدري تستغناي عليها. وعلى راس المغرفه او الملعقه عندي خميره كيميائيه، عندي ملعقه صغيره تاع الملح. نخلط النواشف فيما بيناتهم، ومن بعد تيك نجيب الزيت. عندي 4 كاس تاع الزيت، نبسس العجينه ديالي مليح بهذاك الزيت او الفارينه تاعي نبسسها بالزيت. ومن بعد نجي ونلم بالماء دافي او ماء عادي من الحنفيه نورمال. لموا العجينه تاعكم تكون طريه وما تتلصقش في اليد، لكن طريه البنات ماشي يابسه. ما نحتاجوش كامل نعجنوها، جوست تلم لنا العجينه ديالنا. انا ما درتش كامل هذاك الماء. هنا جبت ملعقه صغيره تاع الزبده، الزبده تكون طريه بدرجه حراره المطبخ. ملعقه صغيره تاع الزبده ندخلها مليح في هذيك العجينه. هذا ما كان ما تسحقش تعجنوها، جوست تدخلوا هذيك الزبده مباشره. نكور العجينه ديالي، نديرها كويرات صغار. حتخرج لكم كميه مليحه تاع عشاء. مليك نكورهم هكذا مباشره. دوك نبدا نخدم. هنا البنات كنت وجدت الحشو تاعي من قبل، كنت قريت شويه بطاطا ودبلت شويه تاع البصل. هنا كانت عندي صلصه تاع بيتزا واجده، تقدروا ديروا تشكشوكه كيما حبيتوا، تقدروا تخدموا صلصه خاصه ممكن تخدموها نتوما، ولا ديروا صوص بلونش عادي، ولا هذيك الكريمه اللي نديروها في ليمون شونس صلصه الجبن. درت شويه تاع صلصه الطماطم، كنت قريت شويه بطاطا قطعتها هكذا مربعات وقليتها، درت كذلك البطاطا. وكنت دبلت حبيبه تاع البصل كذلك، ندير شويه تاع البصل. الحشو تمتم ديروه، بطاطا تمتم تقلى والبصل تمتم يدبل. جبت شويه تاع الطون، تقدروا كذلك ما ديروش الطون الا كان عندكم دجاج بايت، ولا ما ديروش كامل، ديروا غير البطاطا والبصل تجي بزاف بنينه. ودرت شويه جبن مبشور، تقدروا كذلك ديروا جبن ابيض ولا جبن الساندويتش واش عندكم في الدار. ملح للبحر، ملح للعشاء، ملح تروحوا هكا بيكنيك ولا تديوهم معاكم. سورتو الا كان مولا بيتك عيط لك قال لك عندك ساعه في يدك توجدي روحك باش نروحوا للبحر، هادو هما اللي يولموك. طيبتهم انا في الطاجين باش ما كان لا نشعل الفرن ديالي ونسخن كامل الدار. طيبتهم كاع الطاجين. البنات تقبوهم بالموس ولا بالفرشيطه باش تخرجوا منهم هذاك الهواء ويطيبوا في غردهم. هامليك شوفوا كيفاش جاونا حمرين كما قلت لكم. كذلك تقدروا ديروهم في الفرن عادي، تحبوا تدهنوهم من الفوق بالبيض، تحبوا ما تدهنوهمش تدخلوهم هكاك يطيبوا مباشره. يجوا بزاف خفاف وبزاف بنان ما شاء الله. والله غير ياكلوهم كامل يطيروا لكم بهم وما تفيقوش كامل كيفاش نتكلوا. وزيد بزياده اقتصاديين بالبزاف وما يدوش الوقت وما يدوش الجهد. هذه الوصفه تاعي معكم نهار اليوم البنات، ان شاء الله تجربوها وتعجبكم وتنال رضاكم ورضا افراد العائله تاعكم. وهنا نقول لكم نتلاقاو في وصفه قادمه ان شاء الله. تبقاو على خير.